أهلا بكم مشاهدينا في سكوب الرياضي، وهذه أبرز العناوين. الكاف يرفض تأجيل مباريات الأندية الإفريقية، الهلالي يرد بعد عدم استدعائه من طرف الركراكي، والزلزول على رادار أندية إنجليزية. MDGS نربح الرياضة. أهلا بكم من جديد. رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طلب أندية شمال إفريقيا بتأجيل مباريات الجولة الثانية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وكانت أندية شمال إفريقيا قد طلبت التأجيل بسبب تضارب مواعيد المباريات مع استعدادات وسفر المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب فيفا في قطر، وبالتالي ستقام مباريات الجولة الثانية كما هو مقرر في 28 و 29 من نوفمبر الجاري بمشاركة الأندية المغربية الجيش الملكي ونهضة بركان في دوري الأبطال والوداد الرياضي وأولمبيك أسفي في كأس الكونفدرالية. أبدأ الدولي المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول تفهمه لقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعدم توجيه الدعوة له خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، مؤكدا أنه يتعامل مع هذا الوضع بعقلية احترافية مع تركيز كامل على مشواره الحالي رفقة ناديه الإسباني. وقال الهلالي في تصريحاته: عدم استدعاء أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وسأواصل العمل بجد يوميا داخل الفريق من أجل التطور. تركيزي منصب حاليا على تقديم أفضل أداء مع إسبانيول في كل مباراة. وأشار المدافع الشاب إلى أن الاجتهاد والاستمرارية هما الطريق الأمثل لبلوغ المستوى الدولي، مبرزا أن طموحه يتمثل في تطوير مستواه مع فريقه ليكون جديرا بالدعوة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي مستقبلا. وفي آخر خبر، لفت عبد الصمد الزلزولي أنظار أندية إنجليزية بعدما قدم موسما استثنائيا مع نادي ريال بيتيس الإسباني، فقد سجل الجناح المغربي 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 13 مباراة فقط، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في فريقه، منافسا البرازيلي أنطوني في صدارة صانعي الأهداف. وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى دخول ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز في سباق لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ويعد كل من أستون فيلا وكريستال بالاس الأكثر تقدما للحصول على توقيع النجم المغربي الواعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب الرياضي، ألقاكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. MDGS نربح الرياضة.